أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنحل مع بعض امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة بني سويف من خلال نموذج الإجابات النموذجية الواردة في نموذج التصحيح. سارة is asking عليا about her father's job، يعني سارة بتسأل عليا عن وظيفة والدها، فسارة بتقول لها what is your father's job عليا، يعني إيه وظيفة والدك يا عليا؟ فقالت لها he sells، هو يبيع Egyptian handicrafts، يبيع مصنوعات يدوية مصرية. يبقى الإجابة ممكن نقول he is a business person، يعني هو رجل أعمال أو business man، أو trader يعني تاجر. وممكن نقول he owns a company، يعني هو يمتلك شركة. تمام، أي إجابة من الإجابات دي مقبولة، واني reasonable answer يعني أي إجابة معقولة بتبقى مقبولة في الإجابات. he sells Egyptian handicrafts، يبيع مصنوعات يدوية مصرية. يبقى نقول what does he sell، ماذا هو يبيع. his company is in بني سويف، شركته في بني سويف. يبقى where is his company، أين شركته. when does he start to work every day، يعني يبدأ العمل الساعة كام كل يوم. ممكن نقول he starts work at 9 AM، يعني يبدأ العمل الساعة 9 صباحا، أو ممكن نقول in the morning في الصباح. do you have سارة do you want to have the same job in the future، يعني هل تريد أن تكوني نفس الوظيفة في المستقبل؟ طبعا ممكن تقول yes sure، نعم بكل تأكيد، or no I want to be a doctor. وبنأكد ان any suitable answer is accepted، يعني أي إجابة مناسبة تبقى مقبولة. وده نموذج الإجابة الرسمي اهوت. he is a business person، أو he is a businessman، أو he is a trader، or he owns a company، أو هو عنده شركة. و what does he sell، و where is his company، و he starts at 9 AM أو in the morning، أو yes sure or no I want to be a teacher. وكاتب any suitable answer is accepted، يعني أي إجابة مناسبة للمعنى تبقى مقبولة. شوف السؤال التاني. countryside و visited و went to experience و ever و since. one day، في يوما ما I had a nice chat with my friend عادل، يعني في يوم من الأيام كان عندي دردشة لطيفة مع صديقي عادل. have you not traveled by plane، he asked، هو سأل، يبقى have you ever، have you ever traveled by plane. I told him أخبرته that I not London in 2022، يبقى that I visited، يعني أنا زرت. I still remember that journey، ما زلت أتذكر هذه الرحلة to England. It was a wonderful experience، إنها كانت تجربة رائعة. I especially loved the English، أنا خصوصا أحببت the English countryside، الريف الإنجليزي، which was full of green fields، مليء بالحقول الخضراء، and gardens والحدائق. I spent 2 whole weeks، يعني قضيت كل الأسبوعين هناك with my family، مع عائلتي. ودي طبعا نموذج الإجابة ever و visited و experience و countryside. 4 درجات، كل نقطة بدرجة. السؤال الثالث اللي هو سؤال القطعة. read the following then answer the question، سؤالي 6 درجات، كل نقطة بدرجة. swimming، السباحة is useful for both the body and the mind، يعني السباحة مفيدة للجسم والعقل. swimming is a sport، السباحة رياضة that needs، يحتاج moving، التحرك through the water، خلال الماء. using your arms and legs، باستخدام ذراعيك وساقيك أو رجليك يعني. the young and the old can practice it، يعني الكبير والصغير ممكن يمارسها. swimming، السباحة as a sport كرياضة includes، بتتضمن national and international competitions، يعني فيها مسابقات محلية ودولية that are held، بتعقد at athletic clubs، في نوادي رياضية. you can also تستطيع أيضا enjoy، تستمتع swimming، السباحة as it may keep you calm، ممكن تحافظ على هدوءك. when you swim عندما تعوم with your friends، مع أصدقائك in a pool، في حمام سباحة، or even in the sea، أو حتى في البحر. you enjoy your time، تستمتع بوقتك and feel great happiness، وتشعر بسعادة عظيمة. one of the best Egyptian sports championship history is رانيا علواني، يعني واحدة من أحسن الأبطال المصريين في التاريخ رانيا علواني. هو was born، التي ولدت on 14 أكتوبر 1977، اتولدت في 14 أكتوبر سنة 1977. she started swimming، بدأت السباحة at the age of 6، في السن السادسة. she swam عامت for Egypt لمصر at 1992 1996 and 2000 Olympics، يعني عامت 3 مرات. she won، فازت ب 77 medals، فازت ب 77 ميدالية in Egyptian Arab African Arab and international competitions، يعني فازت 77 ميدالية في المسابقات العربية والمصرية والأفريقية والدولية. she stopped، توقفت swimming، السباحة in competitions in 2000، سنة 2000. she finished her study of medicine، أنهت دراسة الطب in 2004، في 2004.
رانيا always دائما wanted to be a winner، أرادت أن تكون فائزة. she achieved this، حققت ذلك through من خلال a lot of hard work، من خلال العمل الجاد أو العمل الشاق. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة من A B C or D. the passage القطعة is about swimming، athletic clubs، competition، the Olympics is about swimming. رانيا علواني took part، شاركت النقط Olympic games 1 2 3 4، يبقى 3 اللي هي 3 مرات 92 و96 و2000. السؤال الثالث what lessons ما الدروس can we learn التي نستطيع أن نتعلمها from رانيا علواني's life. رانيا علواني wanted to be a winner، أرادت أن تكون فائزة. she achieved this through hard work، من خلال عمل الجاد. what's رانيا علواني's job now، وظيفة رانيا علواني الآن she is a doctor. summarize لخص the first paragraph in one sentence. طبعا هنا swimming makes a bodily mentally and socially active person out of you، سوف تجعل منك شخص لائق بدنيا وعقليا ونشيط اجتماعيا من شخصيتك. طبعا ده اللي هو نموذج الإجابة الرسمي اللي وارد في النموذج التصحيح. will you try swimming، هل تحب أن تجرب السباحة with your friends in the future، why or why not. yes of course because swimming is useful for the body and the mind، لأن السباحة مفيدة للجسم والعقل. وطبعا ده نموذج الإجابة الخاص بالقطعة، اللي هي نماذج الإجابة هي swimming 3 رانيا wanted to be a winner، she achieved this through a lot of hard work، she's a doctor، swimming makes a bodily mentally and socially active person out of you. yes of course because swimming is useful for both the body and the mind. طبعا كاتب any reasonable correct answer is acceptable، يعني أي إجابة معقولة مقبولة. سؤال الاختياري. نقط is a place where you can see beautiful fish، طبعا ده الأكواريوم. you can build a knot by putting a piece of wood to float on the water raft. tomorrow will be hot هنا اللي هي كلمة warm has a similar meaning to hot. to make an adverb from the verb completely. he has not effect on his friends because he has helped them a lot، يبقى as a positive. when you cross the street you walk from one side to another، وطبعا دي نموذج الإجابة الرسمي. السؤال الخامس اللي هو complete the sentence with the correct form of the words in brackets. I find it better، وجدت من الجيد to study alone. طبعا I find it دايما بيجي بعدها صفة، لو هو عايز يستخدم is better كان بدأ الجملة بإت مباشرة بدون I find. to study alone with my friend، يعني ممكن أقول I find it easy to speak English، يعني أنا وجدت من السهل أن أتكلم إنجليزي، وما ينفعش أقول I am easy to speak English. number 2 the handball match was exciting، طبعا صفة مصدرة للشعور اللي هو الهاندبول كانت مباراة مثيرة. the two boys hasn't تبقى طبعا haven't met yet. I must carry all the bags alone yesterday، طبعا هنا تبقى I had to. at Friday afternoon I often go to lake تمساح، يبقى on Friday afternoon. طبعا دي نموذج الإجابة الرسمي اهوت اللي هو better و exciting و haven't و had to و on. آخر حاجة اللي هو write 110 words on the following helping our community. طبعا البراجراف بتصحح بناء على درجتين ل relevance of ideas، يعني تجانس الأفكار، و 1 mark of vocabulary يعني 1 درجة للمفردات، و 1 mark درجة في organization للتنظيم، 1 mark for spelling ودرجة على التهجئة الكلمات كتابة الكلمات بشكل صحيح، 1 mark for punctuation ودرجة على ان تبدأ الجملة بحروف كابيتال وتنتهي بفول ستوب، 1 mark for grammar ودرجة على ان الجمل تبقى صحيحة لغويا. 3 mistakes are accepted، يعني لو غلطت 3 غلطات بتبقى مش بتنقص درجات، يعني بتبقى مقبولة. والاخطاء المكررة برضو بتتحسب مرة واحدة، لو نفس الاخطاء 3 اخطاء اتكرروا تاني ما بتحسبوش تاني. وفي النهاية مع تمنيات بالتوفيق للجميع. وطبعا ده نموذج الإجابة بالشكل الرسمي، ده النموذج الإجابة الرسمي لمحافظة بني سويف اللي بيتم التصحيح منه. شكرا لكم، كان معكم مستر عيد سالم مع تمنياتي بالتوفيق للجميع إن شاء الله.